اللي هقوله ده ممكن يحمي ابنك من كارثة. كملي الفيديو للآخر. المتحرش بالأطفال مش دايما شخص غريب، مش دايما شخص باين عليه إنه خطر. المتحرش بالأطفال يعاني من اضطراب اسمه البيدوفيليا، وهو الانجذاب الجنسي للأطفال. الأخطر بقى إن المتحرش ده المصاب بالبيدوفيليا بيكون شخص لطيف مهذب محبوب وكمان موثوق فيه. اضطراب البيدوفيليا ملوش علاقة بالوراثة. طب أمال سببه إيه؟ المصاب باضطراب البيدوفيليا غالبا تعرض لتحرش في الطفولة وما تمش علاجه نفسيا، أو تربية قاسية فيها ضرب وفيها إهمال، أو إهمال نفسي وعاطفي من الأهل. طب إحنا كأهل نقدر نعرف الشخص ده إزاي؟ في علامات تحذيرية بتبان. أولها اهتمام مبالغ بيه بالطفل، هدايا وأسرار وحكايات، ودايما يحب يختلي بالطفل. كمان جملة ما تقولش لحد أو ده سر بينا، الجملة دي لوحدها إنذار. السؤال بقى اللي هيخطر على بال أي حد دلوقتي، يا ترى الاضطراب ده له علاج؟ خليني أقول لكم حقيقة صادمة، العلاج ممكن إن هو يقلل الخطر، لكن للأسف ما بيمنعوش نهائيا. وعشان كده رجاء في شوية حاجات كده ممنوعات لازم تعملوها. ممنوع الطفل يقعد لوحده مع أي شخص مهما كانت درجة قرابته ودرجة الثقة اللي بينكم. ولو مضطرين بقى لحاجة زي كده لازم يكون في البيت، والبيت يكون فيه كاميرات، والكاميرات تكون بتسجل مش مجرد بس مباشر بس. لازم نصدق الطفل فورا ونعلمه ان جسمه خط احمر. الفيديو ده مش تخويف، الفيديو ده حماية وتوعية للأهل اللي لازم يكونوا على دراية ووعي كامل بالناس اللي حواليهم. في نهاية الفيديو عايزة أكد عليكم، المتحرش مش دايما غريب. احموا ولادكم. معلومة صغيرة ممكن نحمي بيها طفل. شاركوا المعلومة وما توقفوهاش عندكم.